العلاية الهوائية سوكاني 8 لتر ديجيتال. ما شاء الله 1800 واط. فيها 8 برامج. فيها البطاطس بتبقى على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. يعني بنتحكم في الحرارة براحتنا لو حاسين الحرارة عالية او الوقت حاسينه قليل او عايزين نزوده. فيها فراخ، فيها جمبري، كب كيك، لحمة، سمك، ريش. وفي برنامج ده الحرارة بتاعته 120 لا الحرارة بتاعته 90 لمدة 120 دقيقة. انا مش عارفة بصراحة، لسه ما استخدمتوش، بس انا مش عارفة بتاع ايه، بس ده حاجة عايزة حرارة هادية ووقت طويل. مش عارفة ده بقى ممكن يبقى عيش ولا ممكن يبقى ايه بالظبط استخدامه. جربت فيها البطاطس، يعني البطاطس اهي ما كملتش 5 دقايق. بطلعها اقلبها كده. البطاطس بقى عشان تطلع حلوة او اي حاجة عشان تطلع حلوة لازم تبقى متنشفة من المية وعليها معلقة زيت، بتبقى جميلة، بتبقى بالظبط زي المقلية، ما بتجلدش لما بتبرد ولا بيبقى فيها طعم او ريحة الزيت. ليه انا اخترت سوكاني؟ علشان خاطر ما فيش منها مشاكل خلال الفترة اللي فاتت. يعني هما مثلا بقالهم 10 سنين في السوق، المواصفات بتاعتها اوروبية، كل الحاجات اصلا تقفلها، كل حاجة كده كده في السوق حتى لو هي صناعة أوروبية أو أي صناعة إن كانت بتبقى تقفيلها صيني برضو. بس أنا شايفة جودتها عالية ونظيفة. خامتها ما شاء الله حلوة، مفيش فيها أي حاجة، يعني مفيش فيها عيب بصراحة. يعني مقارنة بينها وبين القلايات التانية مثلا فيليبس او كينوت او ديلونجي، طبعا سعرها بسيط جدا عنهم. وطبعا في ناس كتير جابت القلاية اصلا وبعدين رجعت قالت حست انها مش حباها، فانا قلت هجيب حاجة سعرها بسيط علشان خاطر لو انا التجربة ما نجحتش معايا يبقى خلاص مش مبقاش خسرت كتير يعني. لكن ما شاء الله التجربة جميلة. وجربت فيها البطاطس زي ما قلت لكم، اهم حاجة نشوفها من المية، نرش عليها شوية ملح وحبة بابريكا كده تديها لون جميل. انا مش رش عليها البابريكا دلوقتي، بس دلوقتي هتطلع لونها طبيعي عادي معانا. ايه كمان جربت فيها البرجر، جربت فيها الكيك، جربت فيها اعمل بسكوت. على فكرة ما خدش 5 دقايق على درجة حرارة 160 او 170. يعني انا حطيت في الفرن وفضل معايا طبق كده، قمت حطاه على ورقة زبدة في القلاية، طالع الله اكبر اجمل من بتاع الفرن فعلا جدا يعني. اللي عايز يجيبها ما يترددش. استهلاكها للكهرباء مش كتير، يعني ممكن في الشهر بحوالي 50 جنيه. طبعا انت بتقلي بزازة الزيت على مرتين، يعني بتستهلكي اكتر من كده زيت. ف ولو خايفه من الكهرباء او قلقانه افصلي كل الاجهزه وقت ما تستخدميها وخلاص. لكن انا عندي مشغله كل حاجه عادي ومش شايفه استهلاكها في حاجه يعني. وربنا يوفقكم للخير. طبعا انا لما لقيتها كده انا جبت كميه موجوده عندي علشان خاطر اديت لاختي ووالدتي وخالاتي وكل اللي حواليا وعايز منها. انا جبت من الوكيل يعني مجموعه مره واحده، واللي عايز يطلب وان شاء الله برضو. انا نزلت ريفيو بس لان انا مش لاقيه، ما لقيتلهاش ولا ريفيو. وقت ما اشتريت انا توكلت على الله وجبتها على طول. عشان خاطر ناس كتير بتدور على ريفيو ليها، فانا قلت انزل ريفيو. هو ممكن يكون بسيط يعني بس ممكن يفيدكم. وان شاء الله انا طالبه برضو الساندوتش ميكر 3 في 1 لما يجي بتاع سوكاني هجربه واقول لكم. طالبه منهم المفرمه 8 لتر الاستانلس، برضو كتير شكروا فيها. لما تيجي برضو هقول لكم. طبعا لو عايزين نفصل احنا بنشد الدرج كده، نقلب الحاجه وبنحط تاني، ما بنفصلش البرنامج، هي بتفصل لوحدها ونرجع نحط تاني كده، هي بتكمل على البرنامج اللي كانت فيه. حتى لو فصلها من امبارح، يعني انا لو فصلها من امبارح وشلت الدرج طلعت الحاجات وما حطيتوش تاني وجيت تاني يوم اشتغل بيها بتفضل محتفظه بالبرنامج. ودي حاجه محترمه جدا انك مش كل شويه تظبطي الحراره وكده، انت يا دوبك بتقلبي الحاجه شكرا يا حبيبي. تقلبي الحاجه وترجعي الدرج تاني، بتكمل البرنامج بتاعها عادي خالص يعني. وربنا يوفقكم الخير. ولو حد عايز او طالب منها هسيب لكم الرقم واشحنها لكم لاي مكان يعني. بس الكميه اللي فاضله الحقيقه عدد قليل قوي، فاضل 3 بس منها. واصلا الوكيل بتاعها بعد كده هيقلل نزولها السوق، لان عشان خاطر خلاص يا حبيبي هيقلل نزولها السوق علشان خاطر عايز يرفع سعرها، لان كل حاجه يعني هي مقارنه بالاسعار التانية هي رخيصه، وكمان جودتها عاليه ووط عالي ومساحه اللترات بتاعتها كبيره.
فهي ما شاء الله ما شاء الله. توكلوا على الله، اللي بيفكر وبيقارن يجيبها. الصيانة بتاعتها موجودة ليها في العتبة في شارع الموسكي. واحد اسمه لو حد عايز يعني، هو انا مش عارفة اسمه لسه، بس يعني ان شاء الله ما احنا نحتاجلوش. بس اللي انا عرفته ان هي معاها ضمان سنة، ليها صيانة، ليها قطع غيار، والوكيل بتاعها كده كده موجود في العتبة وفي وسط البلد، فيعني مش حاجة تقلق ان شاء الله.